السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ النهاردة عاملين ايه؟ يا رب كده يكون يوم جديد علينا وعليكم، يوم خير وسعيد. النهاردة كده يوم الأجازة بتاع البنات، النهاردة يوم الجمعة، فحبيت ان انا اخرجهم النهاردة كده وامشيهم. ففي كده عندنا هنا في عزبة جنبنا هنا في البلد، او يعتبر في البلد عندنا مكان كده هنا في العزبة، هي جنينة برتقان. فاحنا حبينا النهارده ناخد فسحة وجولة كده حلوة في الزراعة هنا، ونروح نجيب كده برتقان من الجنينة بتاعت ناس حبايبنا هنا كده. فادينا بنتمشى كده زي ما انتم شايفين على الطريق. وطبعا ملك بنتي اول مرة تظهر معاكم النهاردة، ميرنا ظهرت معاكم قبل كده، ودي ملك بنتي، فهي محروجة ومكسوفة كده وهي ماشية. فدلوقتي احنا داخلين في الجنينة زي ما انتم شايفين. طبعا الجنينة كده شطبت تقطيع البرتقال، فاحنا نازلين فيها من تحت من ورا، من الجنينة من ورا خالص. ف طبعا صاحب الأرض قال لنا في شجر تحت لسه ما تقطعش، فانزلوا قطعوه وهاتوه. فزي ما انتم شايفين كده دينا بنتمشى في الجنينة زي ما انتم شايفين. طبعا انا معايا العيلة مش انا لوحدي، فهم ماشيين ورا مني. طبعا بعيد عني دلوقتي. فانا كده واخدة جولة في الجنينة كده من هنا ومن هنا، وزي ما انتم شايفينها. طبعا الريف عندنا جميل جدا، في كل حاجة طبيعة هنا، في كل أنواع الفواكه موجودة عندنا في البلد. جناين الفواكه كلها موجودة في البلد عندنا. وطبعا احنا هنا في ريف، في قرية، فكلها يعني حبايبنا، وكلنا هنا الريف طبعا كلنا مرتبطين ببعض، يعتبر عيلة واحدة. طبعا كل يعني هنا عندنا الريف العيلة دي بتاخد من العيلة دي، يعني تلاقي ولاد العم عند ولاد الخال. فكلنا يعتبر في الريف هنا عيلة واحدة، فكلنا قرايب وعارفين بعضنا. فطبعا لما بنحب ننزل فسحة زي كده فبنخبر صحاب الأرض اللي هم طبعا ولاد خالي أو أي حد أيا كان، مثلا صحاب الأرض قرايبنا من بعيد من قريب، عايزين ناخد جولة في الأرض وبنصور وكده. فهم صراحة رحبوا ونزلوا الأرض أرضكم والمكان مكانكم. حتى زي ما قلت لكم صاحب الأرض موجود، وقلنا له احنا البرتقال احنا السنة دي عايزين برتقال من الجنينة السنة دي. احنا دايما بنشتري من البياعين من أول السنة ما بدأت، فاحنا عايزينه بقى من على الشجر. فهو قال لنا انزلوا قطعوا اللي انتوا عايزينه وشوفوا انتوا عايزين ايه وهاتوه خدوه. فطبعا احنا مش هناخده ببلاش، طبعا احنا بنوزنه وهناخده. فدي كده شجر البرتقال اللي هو لسه متقطعش. فاحنا دلوقتي وصلنا عنده. طبعا معايا ولادي ومعايا اطفال معايا كمان اللي هم ولاد سيلفي. فطبعا شافوا المنظر ده جننهم. المنظر صراحة جميل جدا على الطبيعة. فهم دلوقتي هيجروا على الشجر ويبدأوا ان هم يقطعوا في البرتقال. بصوا البرتقال طبعا ده كل اللي واقع ده طبعا بعد التقطيع. الفلاحين اللي موجودين او المزارعين اللي موجودين بيقطعوا، وده بيقع منهم فبيسيبوه زي ما انتم شايفينه كده. بيملوا مثلا البرانيك اللي هم او الاوعية اللي هم بيملوها الاقفاص. عندنا بياخدوها يملوها، واللي زي ما انتم شايفين بقى بيتملي، واللي بيفيض كده واقع على الارض زي ما انتم شايفينه. طبعا ملك بنتي شافت البرتقانه دي كبيره كده، فهي على فكره على الطبيعه كبيره جدا. فهي بتقول لي شوفي يا ماما البرتقانه دي قد ايه، هي كده حجمها صغير، هي على الطبيعه كبيره قوي. فهي مستغربه لحجمها. بسم الله اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. المنظر جميل قوي والوقت جميل جدا في الأرض هنا، الجو جميل. طبعا الأسبوع ده طبعا قالوا إن هو هيبقى صيف والجو هيبقى ربيع كده وحلو، وفعلا الجو صيف كده وربيع وجميل قوي. والخروجة فيه جميلة، فسحة كده جميلة قوي فيه. طبعا الجو كل ما بيكون دافي كده بيبقى حلو. طبعا أنا عامة أنا مبحبش البرد. ده البرتقال زي ما انتم شايفين كده مزهر.
زهور البرتقال. الشجر دي الزهور ديت البرتقال اللي هو بيبقى فيه برتقال بيجي متأخر اللي هو الصيفي. دوت الشجر ده بعد شجرة منه في الأرض هنا مزهرة كده، وعلى فكرة الريحة طالعة، أنا مش عايزة أقول لكم ريحتها طالعة جميلة جدا. فدلوقتي احنا كده واخدين جولة في الأرض زي ما انتم شايفين. ودلوقتي ميرنا وملك بقى هينزلوا على الشجرة، يعني هينحتوها دلوقتي. هيطلعوا البرتقال اللي فيها كله. انا ما حبيتش اقطع البرتقال، انا حبيت بس اللي اخد جولة كده في الارض، اوريها لكم كده على الطبيعة. ده الشجر ده شجر اللارنج، لو تعرفوا او تسمعوا عنه، ده اللارنج. الشجرة دي بتبقى مطولة غير شجرة البرتقال. الشجرة دي بتبقى طويلة، البرتقال بتبقى مفرعة كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا واخدة التليفون وماشية كده في الارض كده جولة مع نفسي، لان انا مبهرة صراحة بالمنظر الطبيعي اللي هنا. على فكرة انا كنت الفيديو قطع كده، انا كنت خرجت بره، وبعدين رجعت تاني. بصوا كده، انا كنت خرجت بره الارض، انا قطعت الفيديو كده خرجت بره الارض لان كان في ولاد اخواتي ما كانوش جم لسه، فاتصلوا عليا طلعت قابلتهم بره انا وولادي، فجبتهم بقى ونزلت الارض تاني. ودي ميرنا حبيبتي، ودي مكة كوكي يا روح قلبي، فرحانة طبعا بالبرتقال وشكل البرتقال. مبهرة بالمنظر اصلا، لان هي اول مرة تنزل ارض زي كده، يعني حاجة كده على الطبيعة، عارفة ان البرتقال ايه وكده لكن ما شفتهوش على الشجر او على الطبيعة بيجي من انهي شجرة شكلها ايه. فطبعا مبهرة قوي بالمنظر وفرحانة قوي ان اليوم النهاردة جميل كده وفي مكان جميل زي كده. فطبعا احنا كده دلوقتي انا بصور هما بيقطعوا في البرتقال من على الشجرة. انا على فكرة زعلانة جدا ان انا رحت متأخر، يعني كان نفسي ان انا اروح من الاول خالص، من اول ما فتحوا في الارض وبدأوا يقطعوا فيها، بس انا والله ما كنتش فاضية. كان عندي ظروف كده وكنت بصور، يعني يمكن وقت التصوير ده كان بيجي كده يعني بالعافية بقدر ان انا اصور. فالحمد لله ان احنا لحقنا برضو شجرتين في الارض كده. ميرنا طبعا فرحانة، بصوا بتعبوا ازاي. فانا قلت لها نزلي هدومك يا ميرنا، هي بقى عمالة تقطع كده من الشجرة ومبسوطة. وملك طبعا فرحانة بمنظر البرتقال وشكله كده، عمالة تقطع، وانا دلوقتي هقطع وياهم برضو. بجد والله منظر جميل جدا و... ويا رب يعجبكم. وبرضو التغيير حلو، يعني الواحد بيزهق كل يوم من مطبخ مطبخ، يعني الواحد بيحب يغير جو كده، يبقى يوم فسحة كده في الأسبوع، حتى الولاد ما يملوش ولا يزهقوا. فطبعا المدن معروفة فسحة مثلا بره في ملاهي في نوادي، فاحنا في الريف هنخرج فين او هنتفسح فين؟ فاخرنا يعني احنا دلوقتي في المدارس، اخرنا يوم الجمعة بناخد جولة كده في البلد في الزراعة زي ما انتم شايفين في وسط الاراضي. عندنا في النيل عندنا جميل جدا، فسحة في حلو قوي، ان طبعا في مراكب في النيل، وفي عندنا هناك زي ملعب كرة كده. ف الولاد بينزلوا يلعبوا تحت كورة على النيل تحت كده، بصراحة المنظر جميل جدا. وكده بصوا بقى منظر الخس الملفوف زي ما انتم شايفين كده. احنا كده خلصنا الجنينة بتاعة البرتقال واحنا كده راجعين، وحبيت ان انا اوريكم